قبل ما نبدأ حكاية النهاردة، الفيديو ده جاي بسبب طلب خاص من أحد المتابعين. طلب بسيط بس وراه قصة كبيرة، والنهاردة هناخد الطلب ده وننزل تحت أرض اسكندرية علشان نحكي حكاية مكان قليل جدا يعرفه، مقابر كوم الشقافة. تحت أرض اسكندرية في مكان ما اتبناش علشان الملوك ولا الفراعنة ولا القياصرة، اتبنى علشان ناس مش عارفة تنتمي لمين بالظبط. ناس عاشت في مدينة يونانية الأصل، رومانية الحكم ومصرية الروح. دي حكاية مقابر كوم الشقافة. سنة 1900 الأرض انهارت تحت حمار وكشفت عن فتحة غريبة، ولا حد كان متخيل إن تحت الشوارع في عالم كامل نازل أكتر من 35 متر تحت الأرض. سلم حلزوني طويل كانوا بينزلوا عليه الموتى في جنازات مهيبة، ومع كل خطوة لتحت كان الزائر بيسيب الدنيا وراه ويدخل عالم مش شبه أي حاجة عارفها قبل كده. أول ما تدخل القاعة الرئيسية تشوف تماثيل أنوبيس، بس مش بالشكل اللي نعرفه. أنوبيس لابس درع جندي روماني واقف كحارس مش كإله مصري تقليدي. ومن هنا القصة تبدأ. كوم الشقافة ما كانتش مقبرة عامة ولا مقبرة دولة، كانت غالباً مقبرة لعائلات سكندرية ثرية عاشت في العصر الروماني بين القرن الأول والثالث الميلادي. ناس رومانية في السياسة بس مصرية في الإيمان. الرسومات هنا مش رومانية خالصة ولا مصرية خالصة ولا يونانية لوحدها، العقيدة مصرية، الإله، الحياة بعد الموت، الحماية، الشكل روماني، الملابس، الوقفة، القوة، والتفاصيل يونانية، الأعمدة، الزخارف، والتكوين. مش خلط عشوائي، ده اختيار. الغريب فعلاً إن مفيش اسم واحد مكتوب، لا نعرف أصحاب المقبرة ولا أنسابهم ولا حتى ألقابهم، وكأن الناس دي اختارت تختفي وهي لسه عايشة. في عصر كان فيه الانتماء ممكن يبقى خطر، لا تحنيط كامل زي الفراعنة ولا حرق جثث زي الرومان، طريقة وسط زي أصحابها بالظبط. ناس واقفة في النص بين عالمين. في قاعة جانبية داخل المقابر مش شبه باقي المكان، مفيش نقوش جنائزية، مفيش ترتيب، بس عظام بشرية متكدسة بشكل عشوائي. العظام دي مش جزء من طقوس الدفن ولا تخص العائلات اللي اتبنت لهم المقبرة. يرجح علماء الآثار إن العظام دي بتعود لأحداث عنف حصلت في اسكندرية خلال حكم الإمبراطور كاراكالا، إمبراطور تذكره المصادر التاريخية بقسوة شديدة وخاصة مع أهل المدينة. القاعة دي بقت شاهد صامت مش بس على الموت، لكن على الخوف والقمع في زمن الحكم الروماني. في بئر عميق كانوا بيرموا فيه بقايا القرابين، مع الوقت المياه الجوفية غرقته وغرق معاه جزء من أسرار المكان لسه ما اتكشفتش. كوم الشقافة مش أعظم مقبرة علشان حجمها ولا زخارفها، أهميتها إنها بتحكي قصة بشر مش عارفين يكونوا مين، لكن رافضين يتخلوا عن نفسهم. المقبرة دي ما اتبنتش علشان تمجد الموت، اتبنت علشان تقول إحنا هنا حتى لو العالم مش عارف يصنفنا. وتحت أرض اسكندرية لسه في أماكن بتحكي حكايات عن ناس عاشت بين حضارتين وما انتمتش لولا واحدة فيهم.